طبعا قبل كل حاجه بشكر باشمهندس شادي ان هو منورنا هنا. بشكل مختصر، شادي هو لسه متخرج من كليه هندسه، وهو الاول على دفعته الاربع سنين تخصص، وفي نفس الوقت بيقرا عن مواضيع مختلفه وبيمارس نشاطات مختلفه. فانا حابب ان احنا نعمل حلقه نحاول نفيد بيها اي حد لسه متخرج او في الكليه او حد لسه بيكتشف حاجات كتيره في حياته. فاتمنى الحلقه دي تكون مفيده لاي حد نكتشف مع بعض كلنا. فنبتدي. يلا. اوكي. اول حاجه نقول خالص، لو قلت لك لخص لي 5 سنين هندسه في كلمه واحده هتكون ايه؟ لا، قليل قوي كلمة واحدة. كلمتين؟ لا. الموضوع كبير، 5 سنين هندسة ده حوار ده. بس هي عناء، يعني هي معاناة جامدة جدا. يعني معاناه ليها سبب ولا معاناه على الفاضي؟ بص، هي الاتنين. يعني هي معاناة على الفاضي لان احنا على طول مضغوطين بلا هدف. يعني احنا ممكن الدنيا تبقى ألطف من كده، بس هما بيبقوا قاصدين يضغطونا. وفي نفس الوقت عموما المجال الهندسي هنا في مصر ملوش شغل قوي، لان في مصر مفيش، يعني مفيش صناعة، مفيش تنمية. وفي نفس الوقت المعاهد والكليات الخاصة زودت العدد جامد، فبقى حتى الشغل قليل شوية. لكن ليها جزء كده، يعني ليه لازمة ان هو بيديك مايند سيت ان انت تقدر تشتغل تحت ضغط عالي. الكليات الخاصة والمعاهد لما فتحت زودت العدد، فبقينا كتير جدا متخرجين من هندسة. في نفس الوقت مفيش الفرص اللي تاخد العدد ده كله. هي شغل زيادة، يعني هي عناء زيادة من غير فايدة قوي. بس طبعا يعني اللي هيتميز واللي هيقدر يحط سكيلز كتير فوق بعض هيوصل. لو انا شخص ثانويه عامه وحلمي ان انا اخش هندسه، بس طبعا حاليا الامتحانات بقت اصعب، النظام بقى اصعب في حاجه كده هو مختلفه. بلاش. بلاش خالص. نصيحة اهرب. اللي هيخش يتصدم بقى جوه، مالناش دعوه بالكلام ده. تعال نخش. لو شخص عايز يخش وعايز يقرب من الحلم ده، ايه الحاجات اللي ممكن تنصحه بيها؟ طيب، بص، هو انا معرفش حوار المواد الجديدة اللي اتلغت وبتاع، بس يعني ايه، حاول تدي اولويات للمواد العلمية اكتر. بمعنى، اول حاجة انت تخصص رياضة، فانت معنى تخصص رياضة يبقى لازم تذاكر رياضة كتير، لان دي اتقل حاجة عليك. تاني حاجة فيزياء وكيمياء، مش محتاجة فزلكة. بعديها اللغات. طبعا العربي عليه درجات كتير. الانجليزي اهم لغة، لان انت حتى في الكلية هتحتاجه، بعد الكلية هتحتاجه، انت مش هتشتغل غير باللغة حتى لو ما دخلش هندسة. بس دي الترتيب، يعني حاول تخلي اولوياتك كده. لو جينا شوية في المذاكرة، لا المذاكرة كل الناس بتحفظ، يعني كل الناس بتيجي تمسك الشابتر او الدرس، تفضل تقرا خلاص بلا هدف. لا، يعني حاول تخليك اذكى من كده شويه، اشتغل بذكاء اكتر، يعني ما تمسكش الشابتر وتفضل تعيد وتزيد وتكتب ليه؟ انا بعمل حركه لطيفه، يعني لما باجي اذاكر بعمل خريطه كده، تبقى البدايه بتاعتي ان انا عاوز اعرف الشابتر اللي انا هذاكره ده ايه اخرته، يعني انا هستفيد ايه لما اذاكر الشابتر ده، وبحطها في بوكس كده من فوق. وباخد بعد كده النتيجه دي انا بعرفها لما افر الشابتر، يعني امسكه كده وبص في الصفحات، بص الكلام على ايه، يطلع بنتيجه. بعد كده ارجع تاني وامسك الشابتر ده اقراه بقى بجد، واعرف البدايه فين. كده بقى عندك بدايه وعندك نهايه، وانت ماشي هتلاقي خطوات اكتبها، هي بتدي الخطوات اللي هتوصلك من النقطه دي للنقطه دي. هتلاقي ان انت الشابتر لخصته في ورقه، سهل ان انت ترجع له بعدين. وكمان للناس اللي بتحب تراجع وكده، مش هتتعب في ان انت كل مره تذاكر نفس الشابتر من الكتاب، لا هيبقى عندك ورقه تراجعها وخلاص. والمهم طبعا حل كتير وامتحانات كتير. فكره الثانويه العامه كلها ان انت تبقى متعود على ان انت تقعد في امتحان، كل ما يبقى لك فرصه ان انت تمتحن روح امتحن. بس دي يعني ملخص ثانويه عامه. ازاي انا بقى اعرف انظم وقتي وسط كل ده ثانويه عامه؟ حلو. اصعب حاجه في ثانويه عامه هي الدروس. ليه؟ لانها بتاخد وقت كبير قوي، وفي نفس الوقت انت بتبقى عاوز تذاكر وما بتعرفش، فما تراكمش كل الدروس في يومين.
لا، وزع الدروس عادي على ايام الاسبوع، افرد الدنيا بحيث ان انت مهم ان انت لما تيجي من الدرس تذاكر الحاجه اللي انت خدتها فيه. لو نمت كل ما هتضيع وقت اكتر في ان انت تذاكر بين المذاكره والدرس نفسه، هتلاقي ان انت بتنسى، هتضطر تذاكر من الاول. طب ليه؟ طب ما انت الدرس والشرح في دماغك، ذاكر. غير ان انت تفرد في كمان التقسيمه بتاعت السنه. انت طول السنه بتذاكر اول باول، حافظ على كده كويس جدا. في الاخر هتلاقي ان الدروس بدات تخلص، ما بقاش في دروس كتير، فانت بقيت بتقعد في البيت اكتر. كل ما تقعد في البيت اكتر راجع. لو عملت طريقه المذاكره اللي انا قلت لك عليها، هتلاقي ان انت لو عاوز تراجع الماده هيبقى عندك 10 صفحات مثلا ب10 شباتر، بص فيهم تلميت الماده، تقدر تحل امتحانات كتير. حل امتحانات مع نفسك وانزل كمان الدروس حل امتحانات. في الاخر اخر شهرين دول لازم تحل امتحانات كتير قوي، لازم تنزل ويبقى قدامك مدرس بيمتحنك ويصحح لك ويقول لك غلطاتك فين. كل ما تعرف غلطاتك كل ما هترجع تذاكرها وترجع تحل عليها تاني فتبقى احسن فيها. كلمنا اكتر عن فكره ازاي احط اهداف في حياتي، اذا كان الموضوع ده قبل الكليه لان دي اهداف مختلفه خالص او حتى بعد الكليه. طيب، اهم حاجه تعرف انت عاوز ايه. انت مش هتحط هدف لحاجه انت مش عاوزها. بمعنى قبل الكليه ما حدش فينا عارف هو عاوز ايه، يعني ما حدش فينا عارف هو عاوز يخش هندسه، عاوز يخش طب، انت بتسمع للي حواليك. لا، خلي اللي انت عاوزه هو اللي يمشيك، مش اللي حواليك هم اللي يمشوك. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم تبقى حاطط هدف واقعي. فكرة ان انت تبقى حاطط لستة اهداف مش بتاعتك، اولا بتعقد نفسك، ثانيا مجهود ووقت على الفاضي، ثالثا مش هتوصل لحاجة. يعني مش بتاعتي. يعني طيب، انا ممكن دلوقتي اقول انا عاوز ابقى مهندس، بس في نفس الوقت انا ما بحبش الرياضيات. طب ما انت طبيعي مش هتذاكر ماث، يبقى راحت هندسه بلاش. عاوز ابقى دكتور، بس انا ما بحبش الدم، بقرف، بخاف، عندي فوبيا، يبقى برضه مش طبيعي ان انا هبقى دكتور، مش هشتغل. فلا، ممكن لو انا كده يبقى الطب مش بتاعي، لو انا ما بحبش الماث يبقى الهندسه مش بتاعتي. فلازم احط هدف بتاعي ابقى انا شايف نفسي فيه، في نفس الوقت يبقى واقعي. ما تقوليش ان انا النهارده عاوز ابقى مليونير وانا ما بشتغلش، مش واقعي تمام. تبدا شغل ويبقى عندك مصدر دخل، ساعتها تفكر تبقى مليونير، بحيث ان انت هتشتغل اكتر، هتلاقي مصدر دخل اكبر، وهكذا. ده اللي يوصلك. طيب، عرفنا انا عاوز ايه، وده اكتب الاهداف بتاعتي، اتاكدت ان الاهداف دي واقعيه ومناسبه ليا. الاهم من كده اللي هيوصلني للهدف. اي هدف انا عاوز اوصل له بحط فيه 3 حاجات: effort مجهود، وقت، وبعلم نفسي. الوقت هيجي مع المجهود اساسي، كل ما هتحط مجهود كل ما هتلاقي ان انت بتبذل وقت اكتر في الحاجه دي. تالت حاجه علم نفسي. فانا المفروض مش بس بمشي على الخطوات بتاعه يعني مثلا بذاكر رياضه عاوز اخش هندسه، فانا مش بس هفضل اذاكر المواد بتاعتي. طب ما انا لازم اتعلم شويه عن هندسه دي ايه، ايه التخصصات. طب ماشي، انا عاوز اخش هندسه، ماذا بعد؟ يعني دخلت هندسه وبعدين انت عارف انت جوه هتعمل ايه؟ في جوه درمغه، في جوه مدعكه، فلازم تبقى عارف انت جوه هتعمل ايه. علم نفسك. ولاي هدف تاني كده، يعني مش لازم، انا بدي مثال بس للحاجه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. اي هدف لازم ابقى عارف انا هوصله ازاي، بالثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليهم: الوقت والمجهود وان انا اعلم نفسي. بص، انا هديك مثال لطيف جدا. فكره ان انت يبقى ليك مرشد او منتور، دي حاجه حلوه جدا. ليه بقى؟ اولا لما يبقى ليك منتور، الشخص ده في مجالك مثلا بيعمل اللي انت بتعمله، اولا انت هتشوف هو بيعمل ايه، يعني وصل للهدف بتاعه ده ازاي. يعني انا دلوقتي عايز ابقى مهندس، فانا هشوف واحد مثلا دخل هندسه واتخرج، فيبقى ده المنتور بتاعي. الشخص ده عمل ايه في ثانويه عامه،
ذاكر ازاي، كان بيهتم بايه، كان بيروح لمين دروس. دي حاجات كلنا بنعملها على فكره. لما اول اي حد من عيلتك بيبقى جايب مجموع حلو بتروح له على طول، انت عملت ايه ورحت لمين والكلام ده. ده اسمه منتور. انت كده واخد حد بيرشدك للطريق اللي انت عاوز تمشي فيه. طبعا بتبدا تتعلم منه. دي الخطوه الاولى، ان انت قاعد تتعلم منه، بتشوف هو عمل ايه وتساله السنه عدت ازاي والمذاكره ازاي الكلام ده. تاني حاجه الوقت اللي انت بتحطه في الحاجه هو عدد الساعات اللي انت بتمارس فيها الحاجه دي. يعني انا مثلا قلت ان انا عاوز اذاكر الماده الفلانيه، فانا هقول مثلا هحط فيها 4 ساعات. الاربع ساعات دي هحطها في اليوم. يعني مثلا هذاكر ساعه واخد ريست 10 دقايق، اذاكر ساعه واخد ريست 10 دقايق، اذاكر ساعه واخد ريست 10 دقايق، ادي 4 ساعات. المجهود هو ان انا بذاكر قد ايه. يعني انا بذاكر مثلا الماده الفلانيه انا خدت فيها درس النهارده، فانا الدرس ده هذاكره. ده مجهود انا بحطه في الحاجه الفلانيه. ادي دي الثلاث حاجات اللي انا لازم اعملهم عشان يوصلوني لاي هدف انا حاطه. اهداف قبل الكليه هي اهداف بسيطه، هي اهداف انا عاوز اخش ايه، انا عاوز ابقى ايه في المستقبل، عاوز ابقى مهندس، عاوز ابقى دكتور، كلها بتندرج تحت بند ان انت هتذاكر شويه عشان تعدي سنه معينه توصلك للحاجه اللي انت عاوزها. الفكره بقى في اهداف ما بعد الكليه، دي اهداف صعبه شويه لان دي حياه كامله. طيب للناس اللي وصلت للهدف بتاعها ودخلت الكليه اللي هي عاوزاها، فمبروك، انت تلبست. احب احييك يعني. طالما وصلت للحاجه اللي انت كنت عاوزها فيعني كمل، مش هقدر اقول لك غير كمل. فكره ان انت وصلت لنجاح معين، على فكره حتى لو انت ما دخلتش طب او هندسه، لو كنت عاوز اي كليه تانية ودخلتها ده اسمه نجاح. مخليش حد يقول لك انت لو عاوز تجاره ودخلت تجاره تبقى انت فاشل. لا، طب ما انت دخلت الحاجه اللي انت عاوزها. عاوز ألسن ودخلت ألسن، عاوز فنون ودخلت فنون، طب ما دي كلها كليات وده كله نجاح. الفكره بقى ان انت تحافظ على النجاح ده. انت مش دخلت الكليه فخلاص بقى مش هشتغل، يعني مش هتعب، هتخرج وهشتغل زي لا، مش حاجه اسمها كده. جوه الكليه لازم تذاكر، لان جوه الكليه انت بتاخد حاجات هتشتغل بيها بعد الكليه. فلازم تذاكر، لازم تتعب في الكليه برضه. هتحط هدف ان انت تجيب تقدير، لان التقدير بيفرق. لو مش هيفرق في الشغل هيفرق في انه يدخلك الشغل. فكره ان انت تخش المكان اللي انت مقدم فيه دي مش سهله. يعني هو مش اي حد بيجيبوه بيعملوا انترفيو، لا، اللي بيبقى جايب تقدير واللي بيبقى جايب المواصفات بتاعه الوظيفه هو اللي بيدخل. فحط اهداف لنفسك ان انت تجيب تقدير، ان انت على طول تبقى متميز في الدفعه، ان انت تزود على نفسك سكيلز غير اللي انت بتاخدها في الكليه. تعلم، لازم تعلم اوفيس، لازم ايا كان مجالك. لو بتدرس صرف صحي لازم تتعلم اوفيس. انجليزي ده اكيد، حتى لو مش هتشتغل هنا اكيد في ناس كتير حلمها تسافر، محتاج لغه. ونمي بقى نفسك في باقي الحاجات، يعني حافظ على صحتك، حافظ على حياتك الاجتماعيه وهكذا. بعد الكليه بيبقى فيه الشغل. كلنا بنتسحل في دايره هدور على شغل، هاخد كورس كذا عشان هيكمل لي الحاجات اللي انا عاوزها والليله دي. الكلام ده صح، بس ما تخلوش اساسي في حياتك برضه. حاول تدور على الوظيفه اللي هتنفعك، مش اي وظيفه تروح لها. اعرف مجالك كويس، اعرف الاماكن اللي انت تشتغل فيها كويس، اعمل سي في محترم حتى وانت في الكليه، وافضل ضيف عليه السكيلز والحاجات اللي انت بتتعلمها. انزل تدريبات كتير كتير، كل حاجه انت هتتعلمها تستفيد بيها. كل ده هيفيدك بعد الكليه. بس دي كلها يعني شويه اهداف تبدا تحطها لنفسك قبل وبعد الكليه، وفي كل الحالات تهرب، يعني ما تكملش، امشي اهرب خالص من اولها. برضو فكره اللي هو احنا ساعات كتير ما بنعرفش احنا عايزين ايه من ان الناس عايزانا نعمل ايه، او بالناس دي اقصد اهلنا في اغلبيه الوقت. يعني هل الكليه اللي انت داخلها فعلا انت اللي كنت عايزها؟ طب هل الشغل اللي انت فيه دلوقتي هل فعلا انت بتحبه، ولا انت خايف من كلمه
عاطل، فانت بتشتغل حاجه انت ما بتحبهاش وانت عارف ان ملهاش مستقبل بالنسبه لك. طب لو دي كليتك فعلا، هي فعلا انت شايف لها المستقبل ده، وانت دخلتها عشان من وانت عندك 5 سنين بتقالك مهندس او بتقالك دكتور مثلا، اللي هو خلاص حياتك بقت مكتوبه بالشكل ده. فاللي انا بتكلم فيه انه ازاي تعرف تبعد عن المجتمع عايزك تعمل ايه واهلك عايزك تعمل ايه، والسوشيال ميديا بالذات السوشيال ميديا الفتره دي، وتفكر انت عايز تعمل ايه. ايوه، هي ماتريكس واحده وكلنا محشورين فيها. كل الابهات اطلع مهندس، اطلع دكتور، معروف. بس الفكره انه هفكر في الحلم نفسه بشكل مختلف، اللي هو لو انت حلمك انت يكون عندك عربيه غاليه ويخت وبلد او سوري بيت في كل بلد في العالم، وان انت مثلا يكون حلمك انك تشتغل في شغلانه تقليديه جدا وتقبض 3 4000 جنيه، يكون عندك عيله بسيطه، ويومك يكون عباره عن بيت شغل، بترجع تقعد مع عيلتك مبسوطين في اكل وبتناموا كويس، كل احتياجاتك متلبيه، كل الكلام دوت. ده وده الاتنين حاجه واحده. اللي احنا بنشوفهم مختلفين، احنا بنشوفهم كده. انا مقتنع ان كل واحد عنده حلم. لو انت مبسوط كده خلاص انت مبسوط كده، مش دعوه بالنت، مش دعوه بالسوشيال ميديا، مش دعوه. بيقول لك لو انت مش معاك مليون جنيه او بتقبض مليون جنيه يبقى انت مش راجل، يبقى انت مش بني ادم، يبقى انت مضحوك. لا، لو انت مبسوط بكده. ما هو شوف كام واحد معاه اللي انت قلته ده. مع ان يعني واحد في الاثنين، خليك واقعي. مع ان واحد في الاثنين لا، كم واحد معاه المليون واليخت والعربيه؟ حلو جدا، 1% مثلا من، فاهمني. فباقي الناس مش كده، ومش مطلوب منك تبقى زي ال1% اللي او انت مش مطلوب منك، لو انت عايز ده، لو انت فعلا عايز ده وساعات تضحي سنين مثلا بحاجات معينه عشان تسعى ورا حلم مش بتاعك او انت مش عايزه، او السوشيال ميديا هي اللي قايله لك انك عايزه، ده اسمه عذاب. انت بتعذب نفسك. انت كده حرفيا بتخلي كل واحد معدي على التيك توك يقول لك انت عايز من حياتك، يتحكم في حياتك. انت هتروح يمين هتروح يمين، هتروح شمال هتروح شمال، لازم تعمل ده لا. ما هي دي الفكره. اول حاجه انا قلتها، لو انت عاوز تحدد هدف، الهدف ده يبقى واقعي وانت عاوزه، انت عاوزه مش اللي حواليك عاوزينه. طالما هي ماتريكس وكله بقى شبه بعض، كله عاوز يبقى دكاتره ومهندسين، كله عاوز يبقى معاه مليون، وكله عاوز يبقى عايش في البلد الفلانيه بيقبض كذا. طب هل انت عاوز كده؟ بلاش. هل انت واقعي بالنسبه لك ان انت تعيش كده؟ لو ايوه، خلاص اشتغل على نفسك. مش تعيش كده كنتيجه نهائيه، مش تعيش في يخت، اوكي ماشي تعيش في يخت. هل انت مستعد تعيش سنين في التضحيات اللي هتضحيها عشان توصل للمكان ده؟ طب ما هو طبيعي ان انت اي نتيجه انت عاوز توصل لها هتعدي بمراحل. يعني انت في طريق معين، في باث معين هتعدي عليه لحد ما توصل ما هي دي الفكره، هل انت مستعد بقى تضحي؟ لان لو انت مش مستعد، لو عاوز ده وان انت حياتك منطقيا تبقى كده، ضحي. بالظبط. انت لو انت مش عايز ده وهم محددين لك طريقك، هتقعد كل شويه تعدي بحته تقول انا عايز ده انا مش عايز ده، هي دي الفكره، وهتقع كتير. هتقع كتير، وهتيجي في فتره في حياتك بعد ما تعدي سنين كتير تقول ايه ده انا مش عايز ده. وتخيل ما توصلش لان ده مش بتاعك مثلا. فهي دي الفكره يعني. قبل ما تسعى ورا اي حلم فكر هل ده حلمك؟ طب هل انت مستعد تضحي بالحاجات اللي المفروض تضحيها عشان توصل للحلم دوت؟ لو كده دوس، لو مش كده اقعد مع نفسك تاني، اقعد مع نفسك تالت، اقعد مع نفسك رابع، فكر انا عايز ايه من حياتي. ومالكش دعوه بحد. لو حياتك بسيطه، انا في كميه ناس قعدت معاها ناجحين جدا جدا في حياتهم، حياتهم بسيطه جدا جدا، هم حلمهم شغلانه بسيطه جدا يكونوا بيحبوها في مجال البرمجه مثلا بالنسبه لي او بالنسبه للناس اللي انا اعرفها، ومرتب تقليدي جدا، حياة أسرية مثلا حلوة جدا، بيروح بيته مبسوط، مفيش في دماغه أي حاجة، ولا البيزنس ماشي ازاي، ولا أنا هعمل ايه بكرة، ولا هعمل ايه بعد، ولا القرار ده هاخده ازاي، ولا همشي الطريق ده ازاي. بس ما ترضاش بقليلك. لو مرضوش بقى لو انت مش مبسوط طبعا، لكن لو انت مبسوط تمام. طب ما هو في واحد راضي بقليله عادي. ايوه طب ليه؟ مبسوط، مبسوط هو كده مبسوط. ايوه، يعني ليه مثلا تبقى تقدر تعيش نفسك وولادك عيشه احسن وما تعيشهمش؟ هي دي الفكره. يعني تقدر يبقى ليك بوزيشن معين، بس انت لا، مش هتقبله عشان انت مش عاوز تشتغل اكتر. طب ما تشتغل اكتر، اشتغل اكتر وعيش نفسك حياه احسن، لكن ما تغامرش باللي عندك الحلو عشان حاجه احسن. يعني ما تقوليش مثلا انا بشتغل دلوقتي شغلانه معينه، انا هسيبها وافتح شغلانه تانية، انا مش ضامن انها هتكمل، بس لو كملت او لو وصلت هاخد مليون جنيه. دي وحشة، بس الفكرة ان هو ناس كتير عارفة فكرة ان كل بوزيشن جديد بيجي مسؤولية اكبر.
طبيعي. حلو، فانا مش عايز اخد المسؤوليه دي، انا عايز افضل في اللي انا فيه. باخد مينيمم المفروض اخده مثلا بالسكيلز اللي عندي بالتعب السنين دي كلها، بس معيش مسؤوليات، مش مانجر مثلا على تيم، مش بوزيشن كبير قوي، الغلطه مني هتبوظ الشركه مثلا، لا انا بسيط جدا. تنكرش ان الدنيا مش ثابته، يعني الدنيا مش خط مستقيم واحنا ماشيين عليه، لا الدنيا طالعه ونازله، والاسعار بتغلى، والحياه نفسها بتبقى اصعب. انا لو فضلت ماشي نفس التون بتاعتي مش هوصل لحاجه، هلاقي ان انا بنزل واللي حواليا قاعدين بيعلى. ما هي دي الفكره، ما هو دي ناس مختلفه. انت عايش دلوقتي حياه حلوه، هل قدام مع المسؤوليات الزياده اللي هتبقى عليك، ومثلا لو انت عندك اولاد بيكبروا يخشوا مدارس بعد كده يخشوا جامعات، هل المنظر او الحياه اللي انت عايش فيها دي او التون اللي انت عايش فيه ده هيكفي ده كله؟ بس هي دي الفكره، ما تقيدش نفسك، دي تقيدش اختلاف نفسك في تفكير. حياه. بس طول ما انت في مكان وطول ما انت مبسوط بيه اعلى فيه، بس ما تغرقش نفسك. يعني مش يبقى اللي حواليك قاعدين بيعلوا في البوزيشن وبياخدوا مرتبات احسن وانت راضي بال 4000 جنيه اللي اشتغلت بيها من الاول، مش عاوز تعلى عشان مش عاوز تزود مسؤوليات. طب ما انت طبيعي كل ما هتكبر كل ما خبرتك هتزيد، كل ما انت وعيك نفسه هيزيد، عادي المسؤوليه هتزيد. في الاول لو جيت كلمتني مثلا من سنه مثلا سنتين، كنت اقول لك ازاي واحد يقبل بان هو ما يبقاش في الواحد بيرسنت، في الوان بيرسنت ديت، ازاي ما اقبلش ان انا اكون فعلا بقبض مليون، ازاي ما اقبلش ان انا يبقى كل ضغوط الدنيا عليا واعيش الحياه ديت واوصل اللي انا عايزه، واوصل للحاجه اللي ما حدش وصل لها قبل كده. ليه ما اقبلش بده؟ لان كلنا، انا شايف ان كلنا عندنا القدرات دي، مهما كان مكانك مهما كان بدايتك، كلنا عندنا القدرات دي. بس دلوقتي كتر ما اتكلمت مع ناس اكتر، كتر ما قريت اكتر، لقيت ان هو عادي جدا تكون طموحك عاديه. انا مش عايز مسؤوليات كتيره، واهلي اللي في البيت انا قادر اعيشهم، مش محتاجين اي حاجه، البوزيشن بتاعي حلو جدا، مش باخد بروموشن مثلا كل شهر برغم ان انا استحق ده، لكن باخد بروموشن كل سنتين ثلاثه. اه مش هبقى باخد اللي انا استحقه، بس على الاقل خالص انا مبسوط، وبعد سنتين بروموشن شويه يبقى طلعت منصب اعلى، يبقى انا مرتبي عالي سنه مع التضخيم مثلا الفلوس اللي بتحصل، فانا اه التقدم بتاعي ماشي لحد كبير كده، بس ما بينزلش وما بيطلعش عشان انا مش عايزه يطلع، عشان انا مبسوط بالمسؤوليات اللي عليا دي. فهي اختلاف كبير، انا شايف ده ناس كتير جدا لو قعدت معاهم هتلاقي حلمهم ممكن يلمس السحاب، وناس ثانيه تقول لك حلمي بسيط جدا ان انا افضل ماشي على رجلي جنب الحيط عادي جدا، انا مبسوط انا مبسوط. خلاص طالما مبسوط وطالما عارف تعيش كده. مم. يعني انا ما كنتش مقتنع بالحوار ده في الاول، انا اقتنعت بيه صراحه لما اتكلمت مع ناس كتيره، ناس كتير حتى مش اللي هم مش فاشلين في حياتهم فخلاص هم راضيين انا تمام كده وخلاص يئست، لا ناس ناجحه جدا جدا في حياتها جدا، من اول ما هم الناس الصغيره جدا في ثانويه عامه لحد كليه كان اوائل دفعه، لحد ما اول ما اتخرجوا اشتغلوا في شركات كبيره، هم حياتهم بسيطه. تتكلم معاهم يقول لك انا عايز حياه بسيطه، اشتغل في شغلانه اللي بحبها، هبقى مرتب لحد ما لطيف، حياتي حلوه، حياتي اسريه، متجوز مخلف، بنام مرتاح بالليل، مفيش حاجه في دماغي ولا تقول لي اي مشغولات ولا اي حاجه، بس دي حياتي. ها اوكي خلاص خليك، طالما انت مبسوط كده وطالما انت حابب اللي انت بتعمله خلاص. وفي ناس حابه العيشه اللي هي اللي مليانه ريسك، اللي مليانه فلوس بلا هدف دي، فخلاص لو انت حابب ده برضه خليك. فريم حلو جدا الصراحه في انك تتعايش بيه، انك تبطل تشوف الناس بطريقه انت ازاي مش انت تبطل تشوف الناس اصلا اه بجد، ما اه تركز مع نفسك بس. يعني انت ايوه، ما هو انت فكره ان انت حتى لما بتقول انا لو راضي باللي انا فيه وبال 4000 جنيه مش عارف اللي باخدها وبالعيشه اللي انا عايشها، لو فضلت تبص حواليك لا يمكن ترضى، لا يمكن ترضى. لكن لو فضلت تبص وتسمع كمان الناس مش هتسكت. لو انت مركز مع نفسك خلاص هتلاقي ان انت حياتك حلوه. فكرة حلوة أوي. هو فريم حلو قوي انك تبطل فعلا تبص على الناس عايزه ايه. وتبطل على السوشيال ميديا. اصل مش هقول لك ايه في السوشيال ميديا، لا ما تقفلهاش يا سيدي اتفرج، بس بطل تخلي الناس تتحكم فيك، تتحكم في احلامك، الموضوع ده مقرف. ايوه اكيد مقرف جدا جدا. تخيل انت قاعد تقعد من وانت عندك 18 سنه لحد مثلا 38 سنه 20 سنه من حياتك ماشي ورا حلم انت مش عارف هو بتاعك ولا لا. انت سمعت حد على السوشيال ميديا اي سنه 2024 مثلا قال لك لازم تبقى مليونير ولازم مش عارف تعمل ايه وعمل لك كده وكل الكلام دوت. يعني تخيل تقعد سنين كتيره في حياتك وتضيع سنين كتيره ومتعه كتيره
عشان بس تسعى ورا حلم مش بتاعك اصلا، فدي حاجه مقرفه جدا الصراحه. جدا. بالنسبه لي يعني مقرفه جدا. السوشيال ميديا عليها عامل كبير. السوشيال ميديا فكره ان انت تفتح سوشيال ميديا عشان تشوف الناس عايشه ازاي، دي حاجه وحشه. هتشوف ناس يعني مش راضيين باللي انت عايش بيه وعايشين عيشه احسن. في جمله قريتها في كتاب قبل كده بتقول لك بطل تدور على حب الناس، لان الناس مش حابه نفسها اصلا. الناس بتعاني وهي بتحب نفسها، تقعد سنين مش عارفه تحب نفسها. فهل انت عايزهم يحبوك؟ ما تدورش على حب الناس. ومش لازم يعني مش لازم الناس يحبوك، كفايه ان انت بس حب نفسك. ولا حد يتقبله، ولا تدور على حاجه، ولا تدور على حب ولا تقبل. الناس مش عارفه تتقبل نفسها، فانت هيتقبلوك ازاي؟ سيبك منهم، نفض لهم. في اليوم اللي هتبص لنفسك قدام مرايه، هل انت متقبل نفسك؟ لو لا، دي مش جريمه، عادي اقعد مع نفسك، راجع نفسك تاني. لو لقيت انت متقبل نفسك، انسى اي حد، انسى. اتفرج عليهم بس مالكش دعوه بيهم. بالنسبه لشخص بيمارس نشاطات كتيره او هوايات كتيره عامه، التمرين، القرايه، حياتك الاجتماعيه، علاقتك مع ربنا طبعا، الجامعه، الدراسه، لو انت تاخد كورسات بره، كل الكلام دوت. ازاي بعرف انظم كل الوقت ده؟ لانه نفس 24 ساعه اللي عندي هم اللي عندك، نفس اللي عند ايلون ماسك، نفس اللي عند كل الناس. ايه بقى اللي بيفرق شخص مش عارف يحقق من ال 24 ساعه دول اي حاجه، وشخص حلو. بيمسك ال 24 ساعه دول طيب ويخلي كل بالنسبه دقيقه فيها ليا فايده؟ من ال 24 ساعه بتاعتي هي مش مترتبه، بس انا بحاول احشر فيها على قد ما اقدر. يعني انا الكليه مثلا عندنا كانت بتبدا 8 تخلص 4 مثلا العصر، او تخلص 6. فالوقت ده انا مش هينفع اعمل فيه حاجه غير الكليه، بروح في الكليه. الفكره بقى ان انا ما بحبش انام بالليل، يعني انا بحب اسهر وبحب اذاكر بالليل جدا. فانا كنت بقعد مثلا اخلص المذاكره اللي ورايا بالليل، بحس ان الوقت ده ولا هيبقى فيه جيم ولا هيبقى فيه خروجات ولا هيبقى فيه اي حاجه، هبقى قاعد مع نفسي فاستفيد بيه، اذاكر في نفس الوقت. مفيش حد هيبقى صاحي يضايقني، فهبقى قاعد لوحدي عارف اركز. بعد كده بنام مثلا ساعتين ولا حاجه، وبعد كده بقوم بروح الكليه وبرجع اخطف كمان 3 4 ساعات نوم، اقوم اكل وانزل الجيم. اديني عملت اول حاجه مفيده، او عملت اول حاجه بره الكليه. هرجع ممكن مثلا اخرج، ممكن اقعد اقرا، بحب القرايه. افصل شويه بعد القرايه، افصل شويه بين الجيم وبين القرايه واسمع مزيكا. طبعا وقتك مع ربنا ده مهم جدا، ده اساسي. يعني انت حتى اساسي قبل الكليه، خليه هو رقم 1، بعد كده الكليه رقم 2. باجي بقى انا بحب بعد الساعه مثلا 12 ابدا اذاكر، 12 لحد ما اخلص كل اللي ورايا. بعد كده انام على الكليه، ارجع واعيد. طبعا انت ممكن تحشر حاجات كتير، يعني احنا لو قلنا مثلا انا بنام 6 ساعات في اليوم، فانا عندي 18 ساعه، منهم كمان 8 في الكليه، كده متبقي معايا مثلا 8 او 10 ساعات. خدت ساعتين جيم، خدت 3 ساعات مذاكره، هلاقي ان انا عندي وقت اعمل اكل، هلاقي ان انا عندي وقت اخرج، هلاقي ان انا عندي وقت اعمل حاجات كتيره جدا، اقرا. بالظبط، انت ممكن تحط كذا هوايه اصلا. ايا كان هوايتك ايه بالظبط، ومش لازم تحط وقت هتاخد كبير. كورس، هتعمل، الفكره كلها ان هتلاقي الناس وقت. لما بتيجي تقول انا عاوز اعمل حاجه او عاوز ابدا هوايه او عاوز اخد كورس، تفتكر ان اليوم كله هيبقى ماشي على الكورس ده او على الهوايه دي. هتمرن فلا اليوم كله هفضل اعمل وجبات واحسب سعرات خلي الامور ابسط من كده. انت مش واحد محترف، مثلا لو انت بتلعب رياضه انت مش واحد محترف تخش بطولات. لو عاوز تخش بطولات هيبقى حياتك مختلفه عن واحد ما بيخشش. فما تديش مثلا للرياضه وقت اكتر من اللي هي محتاجاه. الرياضه هي حاجه بتطلع فيها الطاقه الزياده، تحافظ بيها على صحتك وبس. القرايه حاجه بتتعلم فيها، فانت مش لازم تديها كل وقتك، لا، ساعه يا عم، بلاش ساعه، اقرا 3 صفحات كل يوم، بسيطه جدا وهتاخد اقل من ساعه كمان وهتحب القرايه. الفكره بقى الناس ما بتكملش في الهوايات ليه، وما بتحبش الهوايات ليه؟ لان انت بترغم نفسك عليها. اللي بيجي يقرا بيمسك كتاب ويفضل يقرا لحد ما يتعب. طب ما انت مخك هيتعب، ما انت مخك هيزهق. انت لو وصلت لحد ان انت زهقت مش هتكمل، تقف. تلاقي الناس كلها بتجيب كتاب تقرا نصه خلاص على كده. ليه؟ انت غصبت على نفسك تقعد تقرا. بالظبط،
طب ما تهدى يا حبيبي، ايه ده يا بابا، واقعد وهات كتاب انت عاوز تقراه، اقرا كام صفحه او اقرا لحد ما ايه، لحد ما تبدا تفقد الاهتمام، بعد كده سيب الكتاب وروح اعمل حاجه تانية. لما تعوز تقرا تاني، او لو انت حاطط سكادجول معين ان انت تقرا في الميعاد الفلاني كل يوم، تعالى في الميعاد ده اليوم اللي بعده واقرا شويه كمان. بس حاول تحافظ على انترست معين، ان انت على طول تبقى عندك اهتمام للحاجه بس. ونظم بقى وقتك زي ما انت عاوز. في ناس بتحب تنام بدري او تصحى بدري. طبعا لما تصحى بدري هتبقى عندك ادفانتج اكتر ان انت تذاكر قبل الكليه، ترجع تنام وتخرج بالليل. يعني حاول بص، حاول تظبطها زي ما انت عاوز، بس حاول تحافظ على وقت لنفسك. وقت لنفسك يعني مش كله يبقى مذاكره ومش كله يبقى كليه. وقت لنفسك يعني انت هتعمل الحاجات اللي انت بتحبها، هتضيف هوايه جديده، هتتعلم حاجه جديده. اتكلمنا عن الفرق ما بين النجاح والاستمراريه في النجاح. توبيك شائك خالص. بص، النجاح هو ان انت توصل لهدفك، ده في نظري. وصلت، حاول تحافظ بقى. فكره، انت جبت مجموع ثانويه عامه ودخلت الكليه اللي انت عاوزها، خلاص كده مش هتشتغل؟ لا، طب ما انت في دراسه تاني هتكمل. حافظ على مستواك، حافظ على ان انت تجيب تقدير عالي. زي ما قلنا وصلت لشغل معين، خلاص مش هتشتغل يعني ولا ايه؟ لا هتشتغل، حاول تزود شغل اكتر عشان تعلى في البوزيشن اكتر، عشان تلاقي نتيجه اعلى، وهكذا. مفيش حاجه بتفضل زي ما هي ثابته. اللي بيفضل ثابت على فكره بيقع طبيعي، لان كل الناس بتزود مجهود. انت لو ثبت المجهود هتلاقي نفسك تحتيهم، اللي كان جنبك هتلاقي عداك. فلا، ما توقفش، على طول حاول تزود مجهود، على طول حاول تبيلد اب حاجه كبيره. مش تفضل ثابت وتفضل مقتنع ان انت خلاص انت كده حلو وان انت كده مكمل وان انت مش تعمل حاجه تاني. لا، كمل، نعمل حاجه. استمراريه النجاح تعتمد على ان انت تفضل محافظ على 3 حاجات اللي انت كنت بتعملهم في الاول خالص: الوقت، المجهود، تعلم اكتر. حاليا بقى في طرق كتير جدا ممكن تكسب منها فلوس، ممكن نطلع منها فلوس، مختلفه جدا عن زمان. زمان كان لازم تشتغل بايديك او تكون جوه مؤسسه كبيره مثلا تعمل فلوس وكل الكلام ده. دلوقتي الموضوع اختلف. فانا عايز اتكلم عن الطرق اللي احنا بنكسب منها، بس مش الطرق الصح. عايز اتكلم عن الاثنين، ايه الطرق الغلط الاول وايه الطرق الصح، فناخدها واحده واحده. طب ما قلت طرق غلط جت في بالي ايه؟ كبسه وش اول حاجه كفو حياك يا ابو عثمان. دي اول حاجه تيجي في دماغ اي حد الصراحه. فتعال نكمل بالمره طالما دخلنا في الطرق اللي مش كويسه. ايه الطرق التانية؟ اولا هي فعلا فكره اللايفات مش كل اللايفات اللي بتهين نفسك فيه دي ابعد عنها، دي طرق مش لطيفه. وشويه الرقص والمرقعه والمنظره شويه المناصر اللي مالهاش لازمه. يعني المجتمع مش ناقص تلزيق، كفايه يا جدعان كفايه. اطلع محترم عادي يعني. كفايه حتى ان انت قدام اهلك لما حد يجي يسالك انت بتعمل ايه ولا بتجيب الفلوس دي منين، تعرف تقول له مثلا انا بعمل محتوى بفيد بيه الناس، بعمل بقول معلومه، بفيد حد، بساعد حد. يا عم بلاش خالص، لو انت عندك موهبه مزيكا اطلع من مزيكا، بلاش. في ناس جيمرز، اطلع العب قدام الناس بس يبقى عندك يعني تبقى بتعرف تلعب، مش هتبقى اول حد بس. ايوه هتلاقي ماشي حواليك كتير، بس يبقى عندك حاجه تقدمها، لكن مش تطلع ترقص ولا. حاجه تانية برضو اللي يعمل حاجات غلط اللي هي مراهنات غلط او الصح. اعتقد مفيش مراهنات اصلا، يعني اغلبيتهم غلط. بالظبط، طالما هتحط رهان يعني 50% ان انت تكسب او تخسر، دي حاجه غلط. طبعا سيبك من حرام، يعني حرام ده اكيد. احنا مش هنتكلم في حرمانيه، احنا مش بتوع دين. لسه اقول لك تعالى نبعد عن فكره الحرمانيه، تعالى نتكلم فكره المستقبل او يعني ايه مستقبلك من الحياه دي. لو انت حياتك بتدور حوالين انك تحط فلوس 50-50 ومستحيل تعرف تغير يعني لو بشكل ما ممكن تتعلمها مثلا زي التداول او البورصه او الفوركس. ايوه لو ليها اساس علمي ان انت تقدر تنميها ماشي، طول ما انت اللي بتنميها وبتشغلها اوكي تمام. لكن انك ترمي فلوسك يعني طياره وتوقفها وتقف تحط فلوس على تيم ان هو ماتش وحد يكسب وحد يغلب، طب ما ليه ده اهلي فاهم قال يعني انت المدرب بتاعهم فانت خلاص واثق ان هم هيكسبوا. انت مش هتنزل تلعب، انت مش هتعرف تغير حاجه مثلا. انزل انت العب فعلا، انت لو عندك موهبه ما تنزل تلعب هتجيب فلوس اكتر.
بكتير. ويسقفوا لك يقولوا لك برافو عليك. مو صلاح. مش عارف يعني هي فكره غلط خالص انك تراهن، يعني ملهاش مستقبل. مستحيل تعرف تبني مستقبل ولا عيله ولا كارير، مستحيل تعرف تعمل اي حاجه من الكلام ده لو سبوبه، ولا حتى ينفع كسبوبه، لانه سبوت ايه؟ انه في مره هتضيع كل اللي انت عملته مثلا. فانت عارف لو عارف لك المشكله في ايه كمان، انك مش بتراهن بفلوسك، تراهن مثلا بفلوس اهلك. دي مشكله كبيره، ان انت بعد ما هتخلصها تضطر تروح لهم تاني تاخد منهم فلوس تاني. ولو بتراهن بفلوسك فمشكله اكبر، لان بدل ما تحط الفلوس دي مثلا في استثمار او في سكيل تتعلمها جديده فتنمي نفسك فتبقى في بوزيشن اعلى، او انك تبتدي مثلا سايد هاسل مثلا معينه وتنميها لا، انت بترميها بلا هدف. كسبت مبروك، هتبطل مستحيل، هتحطها تاني، هتحط تاني وهتحط تالت وهترجع تخسر. هي فكره الشركات دي بتكسب لان هم عارفين اللي هو حتى في الكازينوات بيقول لك الهاوس اولويز وين، حاجه كده. ف هي دي الفكره ايوه بجد، ايوه هاوس اولويز وين. ايه هو العامل المكان مش عاوزك انت تكسب، هو عاوز هو يكسب. هو عايز تفضل قاعد طول ما انت قاعد، طول ما هو بيكسب انت ايوه طبعا، ما هو طول ما هو بيكسبك خلاص، ما انت هتجمع مبلغ معين وهتقوم. لكن طول ما هو بيخسرك هيضايقك فهيستفزك فهتلعب، ويكسبك شويه عشان ترجع تحقق. ايوه عشان تقول ده خلاص بقى. برضو فكره اللي هو الحاجات بتاعت ما تيجي تليجرام اديك 5000 جنيه او تعالى اديك استراتيجيه تداول هتكسب منها طول عمرك وطول حياتك. بس درس تداول، درس بورصه. اتعمل كتير قوي، مستريح طنطا ومستريح منصوره وبتاع، دلوقتي بقت مستريح التليجرام. تهزروش يا جدعان، مفيش حد ياخد منك فلوس عشان يديك فلوس اكتر، ما تهزرش. يعني هو لو كان بيعرف يشغلها ما كانش داخل التليجرام، او كان عمل موقع. لا، لو بيعرف يشغلها كان شغل لنفسه وبقى هو الوحيد اللي مليونير. لكن عشان يوصلك انت تبقى مليونير فلما تديله فلوس ويرجعها لك، لا، لن يحدث. فهي فكره صعبه قوي انك تبني حياتك او حياه الناس اللي حواليك بقى ساعتها لما يبقى عندك اهل او يبقى عندك عيله، اسف. صعب انك تبنيها على الكلام دوت، صعب تبنيها على حاجه انت مستحيل تطور فيها، لانها مش مبنيه على اساس علمي، لانها مش مبنيه على مبادئ معينه، مش مبنيه على حاجه انت بترمي فلوسك. فدي فكره وحشه جدا يعني. تعال نتكلم بقى على الطرق الصح دلوقتي، يعني الطرق اللي بقت جديده مش موجوده زمان. اوكي، اذا كانت اونلاين او اوفلاين دلوقتي. بص، كل الطرق الجديده بتعتمد على سكيل معينه، حاصل معينه انت بتحب تعملها، فانت بتلاقي ان انت كويس فيها، تبدا تعرض شغلك على الناس، تعجب الناس، فيبداوا يدوك فلوس عشان تشتغل لهم. بس الفكره بقى زمان كانت اوف لاين، كان لازم ان انت طالما عندك حاجه بتقدمها بتروح تقدم في شركه تقول لهم انا عندي كذا وكذا وكذا، تعالى اقعد، بيعملوا لك انترفيو، بيمتحنوك، بتنجح، بتشتغل، بتاخد فلوس. دلوقتي بقى الموضوع اسهل من كده، في الاوف لاين ان انت تنزل مكان معين، وفي ان انت كمان تقدر تنزل الشغل بتاعك، السي في بتاعك كبورتفوليو على اي موقع من مواقع الفريلانسنج. ناس بتشوف الشغل ده بيعجبهم، بيقول لك تعالى اعمل لي كذا كذا كذا. تقدر تشتغل بيه باي حاجه. انت ممكن حرفيا تكون واحد بتعرف تعزف، تنزل الشغل بتاعك، ناس تطلبك، سيبك من كورسات، ناس تطلبك تعمل لهم مزيكا معينه لحاجه معينه. بتعرف تبروجرامينج، هتلاقي ناس عاوزه تعمل كودز معينه او برامج معينه او ويب سايتس معينه، حاجات كتيره قوي هيطلبوا منك تعملها لهم. يا سيدي بلاش، انت لو ما بتعرفش تعمل اي حاجه بس تعرف تستخدم الاي اي، هتلاقي ناس عاوز تعمل حاجه ممكن تعملها لها بالاي اي وتديها لها. ما هي استخدام الاي اي دي بقت موهبه دلوقتي، بقت سكيل بجد، كله محتاج يعرفها. حتى لو انت بتعرف تستخدم اوفيس، قدم خدمات اوفيس. في ناس كتير قوي على فكره ما بتعرفش تستخدم الاوفيس وبتحتاج حد يعمل لها حاجات عليه، وورد او اكسل او باوربوينتس وهكذا. رسم، جرافيك ديزاين، اديتنج، ترانسليشن، حرفيا كل حاجه تعرف تعملها اسمها سكيل دلوقتي. بالظبط، اي حاجه تعرف تعملها انت تقدر تجيب منها فلوس دلوقتي اونلاين فريلانس. بس الموضوع بقى احلى بكتير. يعني زمان مثلا من سيبك من التداول ده، لو بقولك انت عندك سكيل اللي هي حاجه بسيطه يعني. لكن لو انت بقى عاوز تكبر الموضوع اكتر ومعاك فلوس، يعني معاك راس مال لطيف، تعلم تداول، حط فلوس. هو انا ما بفهمش فيه بصراحه، يعني انا ميح. بس يعني الاستثمار كده جزء اساسي من حياتك. ايوه، بس
مش لازم تستثمر ايوه في ان انت تشتغل في وظيفه معينه او ان انت تعمل سكيل معينه او هاسل معين. لا، انت ممكن تحط فلوسك في حاجه هي اللي ترجع لك البروفيت، بس زي ان انت تشتغل في التداول. طبعا لو انت مش عندك خبره الكافيه، في ناس بتشتغل في كده، تقدر تروح لحد فيهم تقول له معايا مبلغ عاوز اتداول بيه، بس في كورسات طبعا ممكن تتعلم وهكذا. الفكره إن دلوقتي ان هو مش محتاج تكون جسديا موجود في المكان عشان تعرف تقدم الخدمه دي ما كانش موجود ودي زمان. دي احلى حاجه دي حاجه عظيمه جدا. ده بجد. يعني لو انت كان لو انت كان لازم تعرف توصل لها بخدمتك زمان، هم مثلا بلدك او حتى الدوله بتاعتك، لو انت تعرف تتحرك دلوقتي ممكن توصل للعالم كله من وانت قاعد في بيتك، من وانت قاعد في بالظبط. اوضتك على لابك، توصل للعالم كله دلوقتي. وهتاخد الحاجه، تاخد يعني القيمه بتاعت الخدمه بتاعتك هتاخدها لو انت هنا في مصر، ولو انت بره هتاخد القيمه بالعمله اللي انت عاوزها. انت اللي هتحدد ثمن سلعتك، مش هتروح لحد يحددها لك ويديك فلوس. لو انت في مصر هتاخد بالجنيه، لو انت بره هتاخد دولار كده يعني. فانت يعني الموضوع دلوقتي فعلا بقى عظيم بدرجه ان احنا فعلا مش عارفين نستفيد منها. اي خدمه تعرف تعلمها تعرف تقدمها. جمهور، يعني العالم كله بقى جمهور. التسعير نفسه بتاع خدمتك، العمله اللي بتقبض بيها مش مرتبط ببلدك. انت مثلا بالدولار مثلا، أو بتقبض بايا كان العمله، بس اغلبيه الوقت بتبقى الدولار يعني. فكل حاجه اتغيرت، يعني اللعبه كلها اتغيرت. اللي يعرف بس يستخدمها صح هيعيش حياه فعلا مرتاحه جدا. فانك تجيب فلوس دلوقتي بالطرق الصح صدقني بقت سهله جدا جدا، بالطرق الصح، مش انت من بس انت يعني حاول تدور انت بتعرف تعمل ايه، ولو ما بتعرفش تعمل حاجه يا سيدي اتعلم. تعلم. انت غريب جدا يعني. بدل ما تقعد تضيع فلوس في التداول، ولا في المراهنات، ولا في التليجرام، ولا تطلع تقول كبس، لا يعني اقعد اتعلم حاجه مفيده ويشتغل بيها. بدل ما تكبس يعني مش لازم كله دلوقتي بيتعلم بروجرامينج. تعلم. بلاش يا سيدي بروجرام صعبه، اتعلم حاجه تانية. تعلم ماركتنج، مثلا تعلم الجرافيك ديزاين، مثلا. اتعلم مونتاج، فوتو اديتنج، اتعلم تصوير. في حاجه برضو بقى جديده دلوقتي وحاجه حلوه جدا، شايفها حلوه جدا، اللي هو الاونلاين بيزنس. دي حاجه تحفه. الاونلاين بيزنس باختصار هي زي سكيل. هي تعالى نبتديها من الاول. هي سكيل كبرتها شويه بقت سايد هاسل، اللي هو حاجه جانبيه مثلا لشغلك. كبرتها اكتر واكتر واكتر بقى اسمها بيزنس. اكتر واكتر واكتر بقى بيزنس اكبر. بقى كوربريشن بقى، وممكن تجيب ناس وبتاع. فاهمني؟ فهي ديت حاجه عظيمه دلوقتي. يعني احنا لحد مثلا 5 سنين فاتت كان كل فكرنا عن البيزنس هو 4 حيطان او حاجه ملموسه في ايدك. لازم يكون معاك برودكت في ايدك ملموس عشان يبقى اسمك عندك بيزنس. ده غلط دلوقتي خالص. لازم ممكن يبقى عندك بيزنس مبني على خدمه، شركه ماركتنج بتاع ماركتنج بس، شركه مونتاج بتاع مونتاج بس، شركه. في شركات دلوقتي بقت بتعين الناس عشان تشتغل في شركات، بقى بتجيب ناس تعمل لهم انترفيوهات وتخليهم مؤهلين جدا، والشركات بتيجي تقول لهم انا عايز ناس في المجال ده، تروح تجيب لهم. دي اسمها شركه، ولا بتقدم برودكت ولا حاجه ملموسه، وممكن ما تبقاش 4 حيطان اصلا. ايوه، ممكن كورساتها كلها او الانترفيوهات كلها تبقى اونلاين. في شركات في 500 بلاتفورم دلوقتي معموله عشان تدي كورسات. اساس كورسات. مفيش حاجه ملموسه ومفيش 4 حيطان، مفيش الكلام ده كله. هم بيجيبوا ناس بيدوا كورسات، وبيجيبوا ناس عايزين تاخدوا كورسات ويجمعوهم ببعض. دي حاجه عظيمه يعني. الرون بيزنس دلوقتي بقت العالم بقى قريه صغيره. كان نفسي اقولها من الاول. بسبب ان العالم بقى قريه صغيره فعلا. انت بقيت شايف، انت من مكانك ده شايف ناس في نص التاني من العالم. سيبك من شايف، الناس اللي في النص التاني من العالم بقوا بيتنافسوا عشان ياخدوا الحاجه اللي انت عاوزها. يعني انت هنا في مصر هتلاقي ممكن تبقى بتقدم خدمه معينه اونلاين، تلاقي ان في واحد بينافسك في حته تانية، وممكن يبقى شغال من قبلك، فهو واخد الرزق بتاعك. او مش هنقول واخد الرزق بتاعك، الرزق ما بيروحش لحد يعني، بس ممكن هو يبقى واخد شغل اكتر منك. انت لما تشوف ده انت هتزعل. في الاول ما كانش فيه كده، انت بتشتغل في مكانك، فانت شايف مكانك بس، فما تعرفش اللي حواليك ده ايه اللي بيحصل فيه. لكن لما بقى عندنا العلم ان في ناس تانية عايشة وبيشتغلوا في كذا، والمجال بتاعي مش بس الشركة اللي انا شغال فيها، لا، ده كبر وبقى اصعب. ده اللي على فكرة بيعمل احباط، ان انت بتشوف ناس تانية في مجالك اكتر وبيشتغلوا فلوس اكتر، ويمكن بيعملوا نفس المجهود اللي انت بتعمله، او معاهم سكيلز اقل كمان من اللي معاك. فهي الفكره دلوقتي انه فترة الشباب عامة بشكل عام هي فترة تجربة، انك تقعد تجرب حاجات كتيرة وتشوف انت بتحب ايه وبتحبش ايه. احنا خايفين من التجربة لاننا خايفين من المجتمع هيقول علينا ايه لو فشلنا مثلا في طريق معين او في رحلة معينة قررناها. ودي حاجة وحشة جدا، لانه
انا عندي اقتناع انه الحاجه اللي مش هتعرف تعملها في العشرينات مش هتعرف تعملها في الثلاثينات. يعني اكيد. لو انت ده معرفتش طبيعي. تبني سكيل معينه او تعرف على الاقل خلاص انت عايز ايه من حياتك، مستحيل تعرف تعمل 30 سنه. لو ما عرفتش تبني مثلا جسم بشكل ما هيبقى الموضوع صعب جدا انك تبنيه بعد 30. لو ما عرفتش انت بتحب ايه في حياتك، انت شخصيتك عامله ازاي، مستحيل تكتشفها مثلا في 30. فهي دي الفكره. العشرينات مهمتنا فيها ان احنا نقعد نجرب كتير. لقيت الحاجه امسك فيها بقى. يعني لقيت انت شخصيتك ولقيت الحاجه اللي عايز تبنيها، امسك فيها بايدك واسنانك وكمل فيها وعافر فيها واتعب وقع وقوم وقع وقوم. وضحي بحاجات كتيره، لانك حاليا انت تعرف تضحي بحاجات مش هتعرف تضحي بيها قدام. هل انت ما عندكش حاجه اصلا؟ ده اولا. انت واحد مش بايع الدنيا. هي فعلا انت مش بتبقاش بايع على حاجه عامه. بالظبط. فانت كده كده بترمي كل حاجه عشان تجيب حاجه جديده. فانا بقول لك انت واحد مش بايع الدنيا، انت ما عندكش حاجه، يلا على البركه. خش معترك الحياه وجرب. اول ما هتحط رجلك على الحاجه الصح هتلاقي ان انت شغال لوحدك، الدنيا ماشيه. بس فكره في المجتمع مفيش حد عارف. هو ستيريوتايب، هي حاجه معينه، ماتريكس معينه كلنا واعيين فيها. كل الاباط بيقول لك خش هندسه. طب عارف هقول لك على حاجه، جرب روح لابوك اللي بيقول لك خش هندسه ده وقول له طب وبعدين، يقول لك ما مش عارف. يقول لك خش يا حاج اعمل ايه في هندسه؟ طب انت عارف تخصصات؟ عاوزني اخصص ايه؟ مش عارف. اغلبيه الوقت احنا بيبقى غرضنا حلو جدا ان احنا عايزين نخش حاجه عشان نرضي اهلنا او عشان يكونوا مبسوطين. اهلك مش هيتبسطوا بانك دكتور او مهندس، اهلك هيتبسطوا لو شافوك مرتاح في حياتك. لو جيت لهم بعد، لو انت دخلت اي كليه بس انت بتحبها وجيت بعد كده اشتغلت حاجه انت بتحبها وابتديت تطلع فلوس وابتديت تقف على رجليك ويشوفوك هم مبسوط، هم هيتبسطوا. اكيد. هم بس معذورين لانهم عارفين ان بقالهم سنين لا اما دكتور لا اما مهندس، دي اهم حاجه. ده اللي شافوه. شافوا واحد مهندس معاه فلوس، شافوا واحد مش عارف يسافر الخليج ويشتغل في ايه، شافوا واحد دكتور فاتح عياده فخلاص ده معاه فلوس. لكن الموضوع دلوقتي مختلف. هو دلوقتي كام دكتور كان موجود؟ طب بلاش دي. بعد التنسيقات اللي نزلت دي وبعد الكليات الكتيره بدات تفتح والاهليه والخاص وكل الكلام دوت، كام دكتور هيتخرج كل سنه؟ كام مهندس؟ ده موضوع غريب، موضوع صعب جدا. فانت بتفايت في حاجه في ملايين ملايين زيك، وفي ملايين وملايين هيطلعوا. طول ما انت كل ما سنه بتعدي كل ما في ملايين بتطلع. هتقعد تفايت مع كل الناس دي عشان اهلك سنه 2000 مش عارف وكام او من 5 سنين كانوا عايزينك تخش حاجه صعبه كده. كده. لو دي مش حاجتك هتعاني، هتتنفخ عشان تعرف. هنرجع تاني لنفس النقطه، شوف الهدف اللي انت عاوزه. الهدف ده لازم يكون منطقي وانت عاوزه. الاثنين، مش حد تاني عاوزه. انت مش هو اللي هيكمل فيه، يعني مش هو الكلام سهل، مش هو اللي هيتعب. الكلام سهل، ايوه بس الفعل صعب جدا. بالظبط. بس انا بحاول من الحلقه دي افهمك انه صعوبتها هتلاقيها قدام. هتتعب دلوقتي جدا بس هتيجي قدام هتلاقي نفسك بتعافر فعلا في حاجه انت عايزها، في حاجه انت مش حاسس بمعافرتها ومستعد تضحي ليها لانه دي بتاعتك. دي بتاعتك مش بتاعت حد تاني. فهي دي حاجه لطيفه جدا، لانه حتى التميز دلوقتي صعب، صعب جدا جدا. لو انت مهندس، لو انت مهندس بس ورحت تعمل انترفيو بروح ما تعملش حاجه. يعني انت جاي لي بشهاده، طب وبعدين هعمل بيك ايه؟ فانت مهندس في النقطه دي مالهاش اي فايده في الحياه. لازم تقعد حتى وكليات اي قمه، حتى لو اول دفعتك لازم تقعد تتعلم حاجات كتيره جدا، لازم عندك سكيلز تاني. تقعد تجمع سكيلز كتير وتقعد تكون ماشين كبيره قوي عشان لما تروح تعرف تقول لهم انا مهندس بس بعرف اعمل كذا وكذا وكذا كذا. ومش عارف حاجات تبقى حتى في الهندسه ممكن تتعلم حاجات مختلفه، تتعلم مثلا بروجرامينج وتعرف تدخله مع هندسه تحفه، تتعلم ماركتينج وتعرف تدخله مع هندسه تحفه. فهي دي الفكره، يعني انك تعرف تجمع كذا سكيل تانية وتتميز بيها. دي ساعتها انت تبقى شخص مميز. غير كده انك تاخد شهادتك وتنام عليها وتقول خلاص انا كده بقيت مميز، ده انت كده هتفضل هي دي تنزل. الفكره، حافظ على النجاح. وصلت النقطه ما تنزلش، ولو فضلت ماشي في خط مستقيم هتلاقي اللي حواليك بيسبقوك، فهتلاقي ان كلهم بقوا فوق وانت لسه تحت. لا، وصلت النقطه حافظ على نجاحك بان انت تكمل فوق. في ناس عندها مشكله ان هم فاكرين الحفاظ على النجاح انه افضل على المستوى اللي انا فيه. ده غلط.
العالم ما بيوقفش. ايوه بجد، العالم ما هي دي بيجري الفكره. والناس بتجري، وقوفك في مكانك ده اسمه تراجع. فاهمني؟ لو ما تقدمتش الدنيا مش ماشيه بخط مستقيم، يعني هي مش تون واحده واحنا كلنا مكملين عليها، لا الدنيا كلها بتعلى. ودلوقتي بقت سهله قوي، بتسمع ايوه بسرعه والناس بتتعلم عشان الدنيا بقت سهله. فطالما الناس حواليك بتتعلم بتطور بسرعه، فبتطور، ما ينفعش تقف انت مكانك. وقوفك مكانك ما اسموش استمراريه في النجاح، ده اسمه انت بتراجع عادي جدا. فهي دي الفكره لازم كل واحد ياخد باله منها. لو فضلت فاكر ان اللي معاك دلوقتي هيفضل معاك فده غلط جدا. مش معنى خدت شهاده اسمك مهندس طول عمرك. حلو، اسمك مهندس، هتعمل ايه؟ حلو. لو فضلت قاعد في البيت بعد 30 سنه هيبقى اسمك مهندس. زي الخوذه بتاعتك بالظبط، زي المسطره الحرف تي قاعد مالكش اي لازمه. بس لكن لا، طول ما انت بتتعلم فانت بتدي قيمه اكبر لنفسك، ساعتها مش تبقى مسطره بقى ولا خوذه، تبقى حاجه اكبر شويه. في حاجه متداوله جدا اعتقد انا عشان لسه شايفها دلوقتي، بس هو اعتقد بقى لها سنين، ان هو فكره السفر. كل سنه بتعدي احنا احتياجنا للسفر بيكتر. انا ما اعرفش ليه. لا دي بسيطه جدا، عشان العدد بيزيد والفرص بتقل. يعني انت وانت قاعد هنا انت عاوز تشتغل هنا، فده معناه ان انت محتاج شركات اكتر او محتاج اماكن توظيف اكتر، كل ده بيقل. في نفس الوقت العدد اللي بيخش سوق العمل، سوق المعامله بيزيد، فناس كتير على فرص اقل، ده هيخلي ان انت عشان تقعد في مصر مش هتشتغل، او عشان تقعد في مكانك مش هتشتغل، فبتضطر تروح مكان تاني تدور على فرصه اكبر. طيب عندك بلاد تانية بتوفر لك ان هم محتاجين شباب عاوزين يشتغلوا، زي كندا، زي امريكا، زي اوروبا كلها، كل دول محتاجين شباب. هتلاقي ان انت غصب عنك محتاج تسافر. ليه؟ فرص اكتر، هم بيقولوا لك احنا عندنا فرص وما عندناش حد يشتغل، وهيدوك دولار، انت عاوز اكتر من كده؟ بس هي الفكره ان هو انت مسافر ليه يعني. لو انت مسافر هربان من فشلك هنا هتروح تلاقيه هناك. بالظبط. لو انت هربان من ان انت شخص ما بيحبش يعمل حاجه في حياته وفاكر ان الحياه المفروض تدي له كل حاجه من غير ما يعمل اي حاجه، هتروح تلاقيه هناك. لا يا عم اقعد جنب امك احسن. اقعد ارطف ملوخيه. هتاكل وتشرب وتنام، بس يعني هناك ما حدش يطبطب عليك خالص. هناك هيدوسوك حرفيا، ان انت يعني انت جاي عليهم. مثلا انت مفيش حد يطبطب عليك فعلا، مفيش حد هيبقى موجود لما تتعب، ومفيش حد يعرفك اصلا، مفيش حد هيبارك لك لما تنجح، مفيش حد يعمل لك اي حاجه، انت الوحيد، انت لوحدك. لو انت فاكر ان فشلك هنا مش هيطردك هناك يبقى انت غلطان جدا. ده بالعكس، ده انت في ناس هنا بيهونوا عليك الفشل مثلا. وعلى فكره هتروح هناك هتتعب ومش معاك فلوس، هترجع مش معاك فلوس اكتر ومديون عشان رحت هببت الدنيا ورجعت. ليه؟ فكر فيها قبل ما تسافر. ابني قبل ما تسافر، خط قبل ما تسافر، قول انا هعمل 1 2 هنا مثلا واكملهم هناك، او قول هعمل 1 هنا واكمل الباقي هناك. بس انا عارف انا رايح فين، هاخد كليه مثلا كذا كذا هنا وكورس معين او شهاده معينه، ومن الشهاده دي هتسفرني مثلا المانيا واكمل. فيبقى انت كده خططت الحياه، انت شخص مش قاعد على حيلك، انت بتتحرك. فانت عارف ان عندك الاثباتات ان انت شخص ينفع تنجح في اي مكان. هي الفرق في الظروف، دي الفكره. لكن لو انت ما عندكش اثبات واحد انك شخص اصلا بيسعى للنجاح، هتروح هناك تعمل ايه؟ مش هينفع. انت مش هيفولك بدولارات، مش هيرموك بدولارات في اول ما توصل، ومش هيستنوك يعني الشركات مش هتحدف عليك تعالى اشتغل عندنا بليز. نفس الفايت، نفس الانترفيوهات اللي هتقف فيها هتقف فيها هناك. هي وبالعكس شهادتك اوحش من اللي هم محتاجين. فانت لو ما عندكش السكيلز الكفايه انت مستحيل. بس. فهي السفر فكره حلوه لطيفه جدا، تحفه. كلنا عايزين نسافر ونجرب ثقافات مختلفه، كلنا عايزين نسافر ونبعد عن اي حاجه مش عجبانا هنا، وعايزين نروح في اقتصاد احلى او وضع احلى او معامله احلى او ايا كان. كلنا عايزين ده. بس الفرق ما بين شخص بيروح ينجح وشخص بيروح ويرجع كاره نفسه وكاره حياته، هو شخص بيخطط هو انا رايح اعمل ايه وليه. فهي فكره تانية برضو، ان هو فكره الناس اللي بتحب تروح غير قانوني وتعوم طب دول ما بيبقوش عارفين حتى لما يروحوا هيعملوا ايه، فرايح ليه؟ عارف الاول عشان كده ايه، الناس دي بتبقى رايحه مش معاها اللغه، انت رايح هتقعد تشاور لهم ايا كان. مثلا يعني في ناس كتير هتلاقيها مثلا رايحه هناك وشقيانه وتعبانه هل هي فعلا عايشه احسن منك وانت شقيان وتعبان هنا؟ فانا ما اعرفش. طب هل انت
فرص الدنيا كلها تستاهل انك تخاطر بحياتك وتسافر. طيب طب اهلك هيعملوا ايه من بعدك؟ طب لو انت فعلا الوحيد مثلا لاهلك هيعملوا ايه من بعدك؟ هو احنا قلنا انت مش باقي على الدنيا، بس مش للدرجه. في لا يعني انت مش باقي، بس في ناس وراك. يعني هل هم هيعرفوا يستحملوا مثلا من بعدك؟ طب حلو ده. طب انت دلوقتي عشان تسافر محتاج تدفع كتير، فانت حتى مش هتسيب الناس دي كده، انت هتاخد فلوسهم اللي هم اهلك وتسافر. ومعنى انك سافرت بالطريقه دي معنى كده ان اهلك يعني حالتهم مش احسن حاجه، فانت مش قادر تركب وتسافر، لا انت هتضطر تعوم مثلا، مش قادر تاخدها نايم فبتاخدها عايم. فبتاخدها عايم، انت عايز تاخدها عايم، فمعنى كده انك ماديا مش احسن حاجه. فانت خدت فلوس الدنيا وسافرت بيها وما تعرفش توصل ولا لا، ووصلت، هتعمل ايه بقى؟ لو اتقفشت هناك هترجع تاني. ومش كل يعني مش كل اللي بيروحوا بيفطروا كرواسون وخربشتين. فلا مش كله كده، لا يعني اعرف ان في ناس بتبات على الرصيف عادي لانها مش عارفه ترجع ومش عارفه تشتغل. بالنسبه لهم شخص لو اتقفشت تروح بيتك، دفع حتى مليون 2 مليون هتروح مش هتاخد اي حاجه. خالص. ولا بنيت ولا حتى عشت حياه حلوه، لانك هتفضل قاعد منفوخ على وهربان الأساسيات. الاثنين. منفوخ عشان تاكل، عشان تشرب، عشان تقعد في حته اسمها بيت. الاساسيات لوحديها هتتنفخ عليها. فقبل ما تعمل حاجه كده فكر في نفسك، فكر في مستقبلك، وفكر في اهلك. اتفرج على البودكاست. اتفرج على بودكاست الرحله، الحلقه بتاعت باشمهندس شاري، اتفرج عليها عشان لو ما اتفرجتش عليها هتروح عايم مش هتروح نايم. يعني اتفرج على الحلقه ديت عشان تروح نايم وما تروحش عايم. بالظبط. طبعا بشكر باشمهندس شاري ان هو كان معانا هنا ونورنا. اتمنى ان احنا نقدم حاجه حلوه، يا ريت. وبشكره فعلا ان هو كان معانا هنا وقضينا وقت. ده انا اللي بشكرك على الاستضافه الجميله دي. برنامج حلو فعلا، ان شاء الله نكون فدنا الناس ان شاء الله. اتمنى فعلا الحلقه دي تكون مفيده لاي حد وتكون خفيفه مهما كان طولها قد ايه. اتمنى ان هي تكون خفيفه وفعلا اي حد يستفيد منها. ده هدف يعني عامه، واكيد ده هدف باشمهندس. اكيد. واشكركم انكم بس اتفرجتوا على الحلقه حتى لو بربع الحلقه بس. يعني وجودك اصلا وانك خدت من وقتك واتفرجت على الحلقه ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. وبس كده. اشكركم انكم كنتوا معانا النهارده.